صباح الخير عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ يا ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله نجيو معايا نوجدوا الرفيسه بالبصله والزيت البلديه. ان شاء الله نوجدوا الفطور، خليكم معايا. انا عندي هنايا دقيق، جوج زلايف صغار ديال الدقيق ديال القمح، على هاد الشكل هذا جوج. نزيد عليهم وحده ديال الفورص دقيق الابيض، والدقيق راه على حسب اللي شحال بغيتي تعجني، بتعجني بزاف بتعجني شويه، شحال على حسب. بحال درت انا جوج ديال الدقيق ديال القمح محرش، ونص ديال الدقيق الابيض. غادي نزيد عليهم معلقه صغيره تاع الملحه، معلقه صغيره ديال السكر، اللي عنده العسل يدير العسل، ونص معلقه صغيره ديال البودره ديال الخميره ديال الحلويات. صافي كنستعمر بحال هكا. عندي الماء هنا سخون، العجينه ديال المسمن راه ماشي هي العجينه ديال الكرايس ديال البطبوط، كتكون مرخوفه، وديال المسمن تكون شويه مدلوكه مرخوفه، ولكن تتبقى شويه قاصحه، كتخفيش مزيان. بهذه الطريقه هذه خدموها. غنستعمل بحال هكا حتى لك عندي العجينه ديالي مزيان رجعلي. دابا العجينه ديالها هي كتعجن. انا عندي هنايا جبت كاسرونه بهذا الشكل هذا، جبت بصله، لا عندي البيض يديرها، لا عندي الحمراء يديرها. هذه البصله ان شاء الله راني نقطعها نديرها في الكاسرونه، ونخلي الزيت البلديه ونخليها نخليها مطبوخه مزيان، ونخلي البصله تطيب في الزيت. من بعد ما تعجنات ليا العجينه ديالي، نتوما كما تشوفوا تجي شويه مدلوكه وقاصحه، ماشي بحال العجينه ديال البطبوط. انا غادي ندهنها شويه ديال الزيت، نخليها ترتاح واحد 5 دقائق ان شاء الله، ونرجع لكم على هذا الشكل. بالنسبه للبصله انا قطعتها على هذا الشكل، غادي نزيد عليه ان شاء الله الزيت البلديه بحال هكا. نزيد عليها قريص ديال الملحه، غير شويه ماشي بزاف، عندنا حنا العجينه رجع فيها الملح غير شويه بحال هكا. نشعل عليها البوطه ان شاء الله. غنخليها على بوطه مهيله كما كتشوف. شوفوا راه ما بيناش، حيت انا باقا تنخبز ان شاء الله عاد تكون هي واجده. خليها طيب على بوطه مهيله بحال هكا. من بعد ما ارتاحت لي العجينه كورت على هذا الشكل هذا، نخليها ترتاح شويه ان شاء الله، ونكمل معاكم الكراس ديالها. من بعد ما ارتاحت لي العجينه انا غادي ندير هكا، ناخذ الكبسه الاولى غادي نبسطها مزيان، نقرصها بهذه الطريقه هذه. انا درت غير الزيت، مديرش الزبده، حيت ماشي مسمنه ديال داك الملوي، ولا كنفضل ديال الرفيسه نديرو غير بالزيت.
على هذا الشكل كنقرصها مزيان حتى تتبان ليا القصريه من العجين باش ما يجيكمش مسمن مدقص. على هذا الشكل كندير شويه ديال الطحين وكنطوي على هذا الشكل. انا غنستمر بحال هكا ان شاء الله تنكمل كاع هاد العجينه اللي عندي ونتلاقى معكم باش نطيبها. من بعد ما قرصت العجينه ديالي كلها على هذا الشكل هذا، دابا انا بديت كنطيب. انا غادي نستمر بحال هكا نطيب كاع المسمنات اللي عندي. انا درت شويه كوزينه صغيره ما كيبانش لكم. غادي نستمر حتى نكمل هاد المسمنات وغادي نقطعهم ونوريكم الشكل النهائي ديال الرفيسه بالبصله ان شاء الله. من بعد ما ساليت المسمن اللي عندي خلصته كله وقطعته على هاد الطريقه هذه. دابا عندي هنا الزيت مغليه مع البصله كيف ما وريتكم في الاول. شوفوا البصله كيفاش طابت. دابا ان شاء الله غادي نخوي عليه بحال هكا وغادي بهذا الشكل هذا. نخلطها مزيان تينسجم مزيان داك الزيت مع البصيله مع داك المسمن. الشكل النهائي ديال الرفيسه. كاين اللي كيدير فيه حب رشاد، انا ما كياكلوش ليا حب رشاد ما كنديرهاش ما كنديروش. وكاين اللي تيدير هاد الرفيسه تاع البصله والزيت البلدي تيديرها بديك القرصه ديال السميده. ايوا هذه هي الرفيسه ديال البصله بالصحه والراحه. ورافقوها ان شاء الله باتاي وما تنساونيش من الدعم ديالكم ليا فضلا وليس امرا. بالصحه والراحه نتلاقاو ان شاء الله.